من هذه النقطة بنبدأ الحوار مع الأستاذ خالد شهاب المتخصص في قضايا الأسرة ومدير مركز الأبحاث والدراسات القانونية. أهلا بيك يا أستاذ خالد. أهلا وسهلا يا فندم. أستاذ خالد، يعني إحنا في البداية بنقول إن قوانين الأحوال الشخصية مرت بالعديد من التعديلات في الفترة الماضية. تمام. وهناك إشكاليات كانت وما زالت وستظل موضع خلاف في الرؤى والآراء بين الأزواج وبين المشرع. تمام. لو ابتدينا نتكلم عن الحضانة، ما معنى الحضانة؟ تمام. لعل من أخطر القضايا الموجودة في دعاوى الأحوال الشخصية هي دعوى الحضانة والضم. تمام. وكذلك دعوى الرؤية. تمام. دعوى الحضانة والضم دعوى المقصود بها، أو معنى كلمة الحضانة المقصود بها حفظ الصغير والعناية به في فترة محددة. تمام. منذ ولادته. تمام. إلى أن يبلغ سن الانتقال إلى العاصب من الرجال. تمام. فهذه الفترة هي فترة الأم التي يحتاج الصغير فيها إلى الشفقة وإلى الرعاية. تمام. خاصة به لا يستطيع أن يقوم بها الأب. تمام. ولكن الأم أقوى وأقدر على هذا الأمر. تمام. منها يعني تربية الصغير، تعويده الأكل، يعني تشطيفه، تنظيفه، تعليمه اللبس. أيوة. تمام. في هذه المرحلة تمام، طول ما هو صغير لا يستطيع الاستغناء عن خدمة النساء فهو في حضانة أمه. تمام. ثم ينتقل بعد ذلك إلى العاصب. تمام. إذا كان ذكر ولد يعني تمام ليعوده عادات الرجال. وإذا كانت أنثى تمام فليحافظ عليها العاصب اللي هو الذكر اللي هو يعني الأب. ميز في الحضانة بين الذكر والأنثى. طبعا ميز في الحضانة كمان في الضم في السن بين الذكر وبين الأنثى. تمام. طب كيف تطور سن الحضانة؟ سن الحضانة في الأصل تمام كان 7 سنوات للذكر و9 سنوات للأنثى. ويستطيع العاصب بعد بلوغ الصغير هذا السن ضم الصغير إليه. تمام. تمام. ثم تطور هذا الأمر إلى 9 سنوات ده للذكر و11 سنة للأنثى. تمام. ثم تطور بعد ذلك في عصر رئيس السادات إلى 10 سنوات و12 سنة. ثم تطور بعد ذلك إلى 15 سنة. ثم يخير الصغير يقعد مع مين؟ مع الأب أو مع الأم. تمام. والنهارده عفوا معلش والنهارده في مجلس الشعب بيطالبوا بإعادة سن الحضانة إلى 7 سنين تاني و9 سنين. أنا عايز أوضح حاجة مهمة في الحتة دي. اتفضل. إن سن الحضانة أو سن انتقال الصغير إلى الأب لم يذكر لا في قرآن ولا في سنة ولا في الشريعة. دي من عبقرية الشريعة إن هي لم تحدد سن للطفل. حتى الأئمة نفسهم يعني اختلفوا فيما بينهم. بالظبط. تمام. الإجماع بتاع الأئمة على إن عند استغناء الصغير عن خدمة النساء. تمام. استغناء الصغير عن خدمة النساء بيختلف من وقت لآخر. تمام. ما ينفعش أنا من 100 سنة أيام ما كان الصغير بيبقى عنده 10 سنين بينزل يعني بيشتغل وبيعمل ويعني وكده والصغيرة بتتزوج في هذا السن. تمام. أطبق عليها معايير أطبقها النهارده اللي هو الصغير يعني يا دوبك بيتخرج من الجامعة 21 سنة. تمام. تمام. فالمعايير بقت مختلفة. وما ينفعش ان انا ارجع بسن الحضانة فجأة من 15 سنة ل7 سنين. فرق يعني زي انا ما طلعت صعب قوي. بالظبط زي انا ما طلعت بالتدريج ارجع بفضل بالتدريج. لان انا كده هو انا هعمل كارثة في المجتمع. تمام. تمام. وبعدين انا لما انا هعدل الحضانة لازم في المقابل اعدل الرؤية. تمام. ما ينفعش انا اعدل الحضانة وانزع الطفل يعني من والدته واديها ساعتين في اللي هو الاسبوع بقى بعد ما كانت نايمه معاه وصاحيه معاه ومعاها كل يعني دقيقه. اديها ساعتين في الاسبوع ترفع قضيه تقعد في المحكمه سنه عشان في الاخر يحكم ليها بساعتين في الاسبوع. طبعا عمليه في صعب منتهى جدا. القسوه وصعب على الطفل كمان. وصعب على الطفل جدا. وانا في الحضانه اول معيار ليا او اول معيار للقاضي بيفكر فيه مصلحه الصغير. تمام. الاول ثم مصلحة الأب والأم. تمام. لكن أنا كقاضي بنظر الأول على مصلحة الصغير. تمام. أينما وجدت مصلحة الصغير
فانا بدفع الصغير الى هذا المكان. اذا تمام. كانت مصلحته مع الام بتركه مع الام. تمام. اذا كانت مصلحته مع الاب بتركه مع يعني الاب. يعني تمام؟ حسب العرف السائد مثلا يا استاذ لا، حسب مصلحه الصغير فين. الاصل في الحضانه هو في شروط عامه خاصه باللي هي هنتكلم الحضانه. عليها. تمام. لكن انا في الاصل بدور على مصلحه الصغير. تمام. مصلحه الصغير فين؟ مع الاب ولا مع الام. اذا كان مع الاب فانا يعني بوديه عند الاب. مع الام فانا بسيبه عندي عن الام. تمام. يعني بنحقق عداله واستقرار نفسي للطفل بالظبط، للطفل وللاسره. تمام. عايزين نضيف برضك، وده يعني انا يعني برضك احب اقوله. اتفضل. ان معظم قضايا الضم تمام بترفع نكايه في الطرف الاخر. تمام. يعني واحد منفصل عن زوجته او زوجته رفعت عليه دعوه خلع وقضي لها بالخلع. طب انا هربيكي، اخد منك الولاد. فيستغل ان القانون بيعطي الاب الصغير في سن معين ويرفع دعوه ضم. تمام. دعوه الضم دي ممكن ما يكونش هو الاب قصده منها مصلحه الصغير، ولكن قصده منها يا اما النكايه ده للام او الهروب من المصروفات التي يقضى بها عليه نتيجه وجود الصغير مع الام. يعني مشاعر الغضب. يعني مشاعر الغضب والعنف أو الحرص على التخلص من الاعباء الماليه التي تكون للصغير في حاله وجوده مع الام. من مسكن حضانه واجر حضانه ونفقه صغار ومصاريف مدارس ومصاريف علاج. تمام. تمام. فالحاجات دي بتدفع الاب احيانا انه يرفع دعوى ضم ويضم الصغير دون ان يكون هو اصلا مستعد او في حاجه اليه تنفيذ اصلا الحكم خالص. تمام. تمام. وانا شفت في العمل القضائي على مر عملي فيه، شفت ناس خدت احكام ضم وباعت هذه الاحكام اللي هي الامهات. تمام. وشفت برضك امهات باعت احكام الضم للاباء بيساوموا على حساب الاولاد. يعني هي قصه يعني مش في الاغلب مصلحه صغير، لا، هي في الاغلب مصلحه طرف من يعني الاثنين. تمام. طب لو اتكلمنا عن شروط الحضانه يا استاذ خالد. هو الحقيقه شروط الحضانه احنا بنرجع فيها للفقه الاسلامي. تمام. لان القانون في نص الماده 20 ما حددش شروط معينه للحاضنه، ولكن احنا بنرجع فيها لاراء الفقهاء من المسلمين. ومن شروط الحضانه او اهم الشروط العقل والبلوغ. تمام. يعني لابد ان يكون الحاضن عاقل، لان الحاضن لو مش عاقل تمام يبقى هو اصلا في حاجه الى عن حضانه. تمام. الرعايه هو نفسه. بالظبط. فلازم يكون الحاضن اصلا عاقل. تمام. والمقصود بالعقل العقل بتاع المجتمع، بتاع المستوى الاجتماعي اللي هم فيه. تمام. ما ينفعش انا اطالبه بمستوى معين من الذكاء مش موجود عند المستوى الاجتماعي اللي هو فيه. فانا بتكلم كمقياس موضوعي. تمام. يعني حسب البيئه مثلا، حسب البيئه بالظبط. تمام. والبلوغ ما ينفعش ان مثلا لو ولد الصغير يعني متوفي وهيرفع دعوى الضم دي العم، ما ينفعش يرفع دعوى الضم العم وهو اصلا صغير. يعني واحد مثلا عنده 15 سنه يرفع دعوى ضم يعني لصغير او لصغيره؟ لا، ما ينفعش. ده ولا عايز حد يرعاه. بالظبط كده. فلازم يكون العقل والبلوغ. تمام. البلوغ الفقهاء ما حددلوش سن، لكن انا ارى ان ما ينفعش حد يرفع دعوى ضم وهو ناقص الاهليه، يعني لا يقل عن 21 سنه. تمام. ده اول شروط الحضانه. ايوه. في عندنا شروط تانية خاصه باللي هي الحضانه، وهي الاتحاد في الدين. تمام. ودي مشكله النهارده بتواجهنا يعني كثيرا في زواج الاجانب. عندما يتزوج مصري يكون بيعمل في الخارج في دولة أوروبية أو دولة يعني أمريكية أو أجنبية، ويتزوج من زوجة تكون يعني تدين بديانة أخرى غير الديانة الإسلامية. تمام. وينجب منها. تمام. المفترض أن هذا الصغير اللي أنجبه بيتبع أحسن الأبوين دينا. أحسن الأبوين دينا عندنا هنا الإسلام. تمام. فالمفترض أن الصغير بيتبع الأب في الديانة. تمام. أوكي. هذا الأمر ممكن السيطرة عليه داخل مصر، لأن هو بالطبيعي هيتأيد في شهادة الميلاد
اسمه كذا مسلم. باسم الاب. تمام. لكن لو الصغير اتولد في الخارج تمام، هيأيدوه باسم ديانة الأم، إن هم هيعتبروا إن ديانة الأم هي أحسن الديانات. تمام. تمام. فدي بتبقى أول مشكلة بتحصل في الحتة دي، وأنا برضك أحب أنبه ليها للناس اللي هي بتتزوج من خارج مصر. وقاعدين في الخارج، يعني مقيمين في الخارج. لما حتى لو أنت يعني هتتزوج فما تخلفش، ما تعملش مشكلة. ودي بدأت تظهر النهارده كمان في الزواج من الإسرائيليات. تمام. دي مشكلة بدأت تظهر النهارده، مشكلة خطيرة جدا كمان. طبعا يعني في المحاكم بقت يعني منتشرة. كانت الأول نادرة، حالة بتجيلنا كل سنة، النهارده بقت 20 30 حالة في السنة. تمام. فبقت بقى يعني بقى شيء في منتهى الخطورة، طبعا بلا شك. تمام. لازم يكون الحاضن متحد مع الصغير في الدين. يعني لو الصغير النهارده طبعا هيبقى مسلم، ابن الزوج هيبقى مسلم. لان الاب مسلم. تمام. اذا الام احتفظت بديانتها اللي هي غير اسلاميه، يعني غير اسلاميه. تمام. فيجب ضم الصغير الى الاب، لان لازم يكون هناك اتحاد في الدين. لان انا ابني معايا لازم اعوده الصلاه واعوده الصيام. مش معقوله واحده مش مؤمنه بالكلام ده تمام هتعلمه الصيام والصلاه، ولا حتى هتعلمه الوضوء. تمام. فلازم يكون هناك اتحاد في الدين. تمام. طيب امتى ابدا اضم؟ ما انا ما ينفعش مثلا اجي على طفل عنده سنه تمام وهو لسه يرضع، وهو لسه بيرضع، واقول انا عايز اضمه. اقول للاب انا عايز اضمه، لان انا لو اب وضمت طفل عنده سنه يعني هيهلك مني طبعا. تمام. يبقى عايز رعايه النساء اكتر بالزبط. في المرحله دي. فالعلماء الحقيقه بتوع الفقه الاسلامي قالوا عندما يبدا التمييز. تمام. طب يبدا الصغير التمييز امتى؟ في سنتين، في ثلاثه، يعني في اربعه، في خمسه؟ قال لك لا، يبدا التمييز في سن ال7 سنوات اللي هو بدايه التكليف بالصلاه. تمام. فعندما يصل الصغير الى سن ال7 سنوات يستطيع الاب ضم الصغير لو الصغير مختلف مع الام في الدين. تمام. اوكي. برضك طب برضو عايز اسال بالنسبه للرسوب الدراسي بالنسبه يعني للطفل. يعني بالزبط. ايه الوضع؟ هو طبعا برضك احنا يعني من شروط الحضانه الامانه والكفاءه. يعني يجب ان يكون الحاضن امينا على الصغير وكفء لتربيه الصغير. تمام. حتى لا يضيع الصغير عنده. تمام. يعني يبقى فيه اهمال مثلا. بالظبط. وفي رعايه. يعني تكون الام متفرغه اللي هو الصغير بتربيه مهتميه بيه. انما الاهمال اللي بيحصل من الام، فاذا زاد هذا اللي هو الاهمال عن حد معين يسقط حقها في الحضانه. طب ما هو في كتير قوي مثلا بيبقوا برضو مع اهاليهم يعني بيسقطوا. ماشي. هو احنا يعني فيما يتعلق باللي هو بالرسوب اللي هو الدراسي تمام منفردا لا يؤدي الى سقوط الحضانه. ماشي. ولكن تكرار الرسوب الدراسي للصغير يؤدي الى يعني سقوط الحضانه. تمام. وجود عنصر اخر تاني جنب الرسوب الدراسي مثلا اصابه الصغير في حادثه. ده اهمال بقى. فدون دليل على عدم اهتمام الام بالصغير سواء في دراسته او في صحته او رعايته. بالظبط. تكرار الامراض اللي هي بتيجي من الاكل في الخارج ومن اللي هي الامراض اللي هي بتيجي يعني نتيجه الاهمال. تمام. يعني الرسوب الدراسي منفردا لا يسقط الحضانه بالظبط، لكن وجود عنصر اخر معاه يؤدي الى سقوط الحضانه. طيب هل مرض الحاضنه برضك انا يجب انا بس عايز برضك اوضح حته. اتفضل. برضك في الرسوب الدراسي لازم ابص للاب وللام مستواهم الدراسي ايه. تمام. يعني ما ينفعش انا النهارده اضم يعني صغير سقط في سنه 5 يعني ابتدائي والام اصلا غير متعلمه. تمام. والاب ايضا غير متعلم. تمام. لكن انا اضم الصغير ده لو سقط، لو الاب دكتور والام دكتوره. تمام. فلازم برضك المستوى الدراسي على المستوى البيئي والمجتمع اللي موجود فيه الاب والام. تمام. طيب هل مرض الحاضنه مانع من الحضانه ايضا؟ مرض الحاضنه ليست كل امراض الحاضنه مانعه من الحضانه. يعني هناك امراض مزمنه
زي مثلا السكر والضغط والقلب والحاجات دي كلها، دي ما تكفش يد الام عن رعايه الصغير. لكن هناك امراض تنتقل الى الصغير بالاختلاط. زي ايه بقى؟ زي مثلا مرض اللي هو الايدز مثلا، بينتقل الى الصغير بالاختلاط. تمام. فيروس سي بينتقل الى الصغير اللي هو الاختلاط. تمام. فانا يجب علي الحفاظ، لان انا زي احنا ما قلنا في الاول، اهم حاجه في الحضانه مصلحه الصغير. تمام. قبل مصلحه الام وقبل مصلحه الاب. تمام. تمام. فاذا كان هذا المرض التي اللي هي الام مصابه به هينتقل بالاختلاط الى الصغير، فيجب على المحكمه ان تقضي بضم الصغير الى الاب. تمام. الا اذا كان الاب واخد عنده نفس المرض فينقل الى حاضن اخر. حد بقى بالتسلسل اللي هو التسلسل في الحضانه موجود في الماده 20. في الماده 20. تمام. فبرضك في برضك مرض الجنون. تمام. اذا كان هذا الجنون متصل، تمام، فهو يمنع الحضانه، يسقط الحضانه عن الام او عن الاب. اما اذا كان الجنون متقطع، يعني واحده بتجي لها حاله هياج او حاله صرع مره كل سنه، تمام، دي ما فيش فيه خطر منه على الصغير. تمام. لكن تكرار هذه الحاله النوبات تمام دون بيؤدي الى سقوط الحضانه عنها. تمام. واللي بيحكم على اللي هو الكلام ده الطب الشرعي. تمام. اذا اثبت ان هذه المراه او هذا الرجل بيتكرر عليه النوبات الخاصه بالصرع او اللي هو الجنون، تمام، فهذا الامر يؤدي الى سقوط الحضانه عنه. تمام. اما اذا كانت بسيطه فتؤدي الى سقوط الحضانه عنه. طب استاذ خالد، برضو بالنسبه لعمل الحاضنه، هل بيسقط حقها في الحضانه عندما تعمل؟ لا، هو طبعا يعني في الاصل العمل لا يسقط حق الام في حضانه الصغير الا اذا كان هذا العمل يؤدي الى يعني ضياع الصغير. اذا كانت الام تعمل ليلا، تمام، فهي لا ترعى الصغير. تمام. اما اذا كانت تعمل يعني نهارا مثل كل نساء مصر، فهذا لا يؤدي الى سقوط الحضانه. تمام. والاعمال المنافيه للمجتمع والعرف المصري مهما كانت نهارا او ليلا تؤدي الى سقوط حق الحضانه من الام. أستاذ خالد، يعني احنا بنناشد أيضا المطلقين والمطلقات إذا عجز عن رعاية بعضهم البعض، يعني يحاولوا أن هم يعني لا يعجزوا عن مراعاة الأبناء. شكرا جزيلا لحضرتك. أهلا وسهلا. أعزائي المشاهدين، بنشكركم على متابعتكم لينا، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، ونستكمل الحوار مع الأستاذ خالد شهاب. شكرا. في زواج سري، واحد يتجوز واحدة وما يقولش لحد خالص. هل يجوز التنازل عن الحضانة؟ دعاوى نفي النسب لما تستغل استغلال سيء فهي دعاوى عنيفة جدا.